ضيفتنا استاذه مديحه مصطفى اللي كانت ضيفتنا النهارده في الندوه، واتكلمت عن حاجه مهمه جدا، اصلاح المجتمع من اصلاح المراه. حضرتك قولي لنا بس يعني النقاط الاساسيه اللي كانت في الندوه. اهم حاجه ان لو اثرنا دور المراه في المجتمع، ايوه المجتمع كله ممكن يتغير باسلوب عالي جدا. ولكن لو المراه ركزنا عليها المجتمع كله هيتبني، خصوصا بعد الثوره. احنا محتاجين البنت اللي تبني والمراه اللي تبني والاخت اللي تبني والزوجه اللي تبني مع زوجها. يعني احنا محتاجينهم دول في المجتمع كله. ولو تغافلنا عن دور المراه يبقى احنا بنعمل جانب كبير جدا وبنهد المجتمع. اهملنا جانب كبير جدا من اهم عوامل بناء المجتمع. المراه لولا وجودها ما كانش قام ثوره، لولا وجود الام ما كانش حصل تماسك بالرغم من الحاجات اللي حصلت في المجتمع والمساوئ اللي حصلت في المجتمع من سنين. ايوه لو اهملنا دور المراه خلاص هي اهم. لو اهملنا دور المراه يبقى احنا نسينا ان المجتمع دوت كان ممكن ينهار بعد الثوره لولا تماسك الاسره وتماسك الام وتماسك المجتمع كله. ايوه. طب حضرتك يعني لو رسالة واضحة جدا عايزة توصليها لكل أم في مصر، لا مصر وخارج مصر، العالم كله. ولادها لوحدهم لازم تشاركهم بجهودهم ومصلحتهم وما تجبرش ولادها على أي يعني مش تخلف وخلاص، لازم تربية. هي المفروض ان هي ما تهملش ان ولادها ما تهملش ولادها ولا تهمل تواصلها معاهم، لان عدم التواصل معاها وطبعا يعني قرارات لوحدهم بيحس ان المجتمع منفصل عنهم. الام هي حلقه الوصل بين الاولاد بين القديم والجديد. عايزين برضه نقول انها تربي اولادهم على حسب سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان بيدي الحرية حتى لزوجاته واولاده. قصدي تتعلم من سيرة الرسول ازاي تربيهم. المفروض ان الام هي نفسها تتعلم ازاي الشورى والديمقراطية مع اولادها في البيت، تعلمهم ازاي ان هو احترام الرأي المخالف ليه، هي تحترم رأيهم المخالف فهم يحترموها ويحترموا كل الاراء المخالفه لهم في المجتمع. احنا عايزين المجتمع يتبني بكل المساوئ وكل الحسنات. يتبني المساوئ نحاول نقلل منها. طب حضرتك هو اشمعنى ليه البنت بالذات غير الولد ان المجتمع بسببها بيتبني؟ البنت بتأثر على الجيل اللي حواليها. البنت بتأثر على امها وعلى اخوها وعلى ابنها وعلى زوجها اكتر من الولد. مثلا يخرج بره ما يأثرش في البيت كله، لكن الام لو ربطتيها الام مدرسه كده هي بتأثر في المجتمع كله، هي المدرسه بتاعت المجتمع كله. لو بنيتي ام صح وبنت صح يبقى انت بتبني. طب بتبنيها عن طريق انها تكون يعني الثقافه مش بتبنيها بتعليم ومدرسه، لا هي لازم تعدي نفسها. لازم تعدي انت نفسك الام تتعلم وتعلم ولادها. ايوه حتى ده احيانا بتبقى الام متعلمه حاجات. الام دي جايه من القريه ما هياش متعلمه القرايه والكتابه، لكن متعلمه الاخلاق، متعلمه احترام الكبير، متعلمه الحاجات دي كلها لازم نوقعها في ولادها. انا كنت اتمنى طبعا كلام حضرتك والندوه دي كانت يعني يشوفها عدد كبير من الامهات وكده. بنشكرك جدا ومن حسناتك ان شاء الله كلام كده وان شاء الله يعني الكلام ده يبقى في حسنات. شكرا يا استاذه عمر. ربنا يكرمك. كده المجتمع مبني كويس، نساء وبنات وولاد وكل طوائف المسلمين كل يعني كلهم بنعد المجتمع قوي متماسك مع بعضه، وهتكون المرأة الأساس إن شاء الله. طب آخر سؤال بس، حضرتك عايزة أعرف يعني ربيتي أولادك إزاي؟ يعني ما شاء الله طالما حضرتك والا لو كتم جواه البنت اللي كتم جواها تطلع فين؟ لو ما كانتش البنت اديها حريه وبيعلمها تحترم اخوها وتحترم اختها واخوها يحترمها وهي تحترم امها. يعني كمان عايزين نقول الاب والام يصاحبوا اولادهم صح؟ لا لازم يكون في احترام وتعاون وتفاعل بين الاب والام والاولاد. لوحدها والاب لوحده ويقول لوحده. لازم يكون في حلقه الوصل دي تكون هي الام او هي البنت. لو الام مش موجوده تكون البنت هي حلقه الوصل بين اخوها وابوها وامها وهي تكون حلقه. بنشكر جدا وفي ميزان حسناتك ان شاء الله. متشكرين جدا. نسعد ونسعد المجتمع بعد ان شاء الله وبعد. شكرا يا استاذه مديحه. السلام عليكم.